يا خواتي هذا الفيديو غادي يبين لكم باللي الاعلام المصري ولا عايق بالمهزله اللي وقع حاليا في الجزائر. صافي كلشي عاق بهم، كلشي ولا عارفهم على حقيقتهم. تفرجوا معايا اخواني اخواتي باش غادي نزيدو نكونوا فكره اكبر. زغرت أكن فلسطين اتحررت في الجزائر. محاولات يعني مستميتة لإفشال البطولة. عشان كده بقول لك المغرب انتصر. المغرب خرج بالبطولة قدام العالم كله. فرجوا شوفوا الصحف الإيطالية والصحف الفرنسية والأسبانية خلاص والأمريكية كلهم بيقولوا فضيحة الكان، فضيح، بيقولوا عليه بطولة العار وفضيحة الكان. ده غادي نشوفوا اخواني اخواتي في هذا الفيديو الحقد اللي ولينا كنشوفوه كيتكتب علينا من كل جهه. علاش؟ فقط لاننا مغاربه، لاننا نظمنا تظاهره في المستوى العالي. حيت البلاد ديالنا غادي وكتزيد لقدام. هذا الاعلامي المصري كيقول بالحرف الواحد المغرب خرج منتصر قدام العالم كامل، امام العالم باكمله. وهذه ماشي غير هضره بطبيعه الحال، هذه حقيقه يشهد بها القاصي والداني. الصحافه الايطاليه الفرنسيه الاسبانيه وحتى الامريكيه كلشي كيهضر على فضيحه الكان اللي تحرم فيها المغرب من ابسط الحقوق ديالو. ومع ذلك بقينا واقفين. يعني مهزله وقعت في الفيضان وحنا شفنا كيفاش ان اللاعبين السنغاليين كانوا مشحونين. اخواني اخواتي نتبعوا ونشوفوا. العنوان الرئيس في أغلب الصحف الإيطالية والفرنسية والأمريكية. أي رياضة دي؟ طيب خلاص ده يعني المغرب أجبر على هذا الأمر. وانا شايف ان ابراهيم دياز كان بيباصي الكرة للجون، يعني واضحه جدا، يعني الجون واقف في مكانه وفقا لمتم الاتفاق عليه لانهاء المشكله، مع ان البينالتي 100% صحيح. البينالتي طبعا مش هقدر ازعه لك، يعني لكن انتوا كلكم شفتوه. اذا هذا الاعلامي المصري كيهضر على الظلم اللي شافوا العالم كامل اللي وقع لابراهيم دياز وحكيمي. ضربه الجزاء اللي كانت واضحه، دفع واضح، غادي تصفر ضربه الجزاء لصالح ابراهيم دياز، ولكن التنفيذ هو اللي كان محط انظار العالم واللي دواو عليه بزاف ديال الصحافه العالميه. علاش ابراهيم دياز حط الكره لليد ديال الحارس؟ بكل بساطه باش يهرسوا المغرب لمجرد ان السنغال احتجوا بديك الطريقه وما بغاوش يخصوا التنظيم المغربي. ملي كنشوفوا هاد الاعلاميين المصريين الاحرار كيهضروا على المغرب وكنعرفوا باللي كاينين ناس كيعرفوا الحق، صراحه كنفرحوا شويه. اما هادوك اللي كينشروا السموم في التيك توك في مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات المأجوره ديالهم، كنقول لهم القافله تسير والكلاب تنبح. تبعوا معايا اخواني الكلام ديال هاد الصحافه. في منطقه الستة يارد خلاص اللعبه ملعوبه، الكورنر ملعوب، ابراهيم دياز موجود في الستة يارد، الباك شده من رقبته وراح منزله في الارض ولعب الكوره براسه. 100% بينالتي. تماما. طيب الجون اللي اتلغى 100% فاول. حكيمي زق ودفعه للامام وقع على الارض ولعب الكره براسه. يعني ده بيقول لك يعني يعني 1 اون 1 فاول. يعني ده كيفيه شرح الفاول الكوتش بيعملها مع اللعيبه اللي هو عمله لعيب السنغال. يعني اخواني اخواتي الامور كانت واضحه بان ابراهيم دياز التدخل اللي كان عليه فهو كان تدخل يستوجب بطاقه، وكان تدخل يستوجب ضربه جزاء. وهذا الشيء اللي خداه ابراهيم دياز واللي ما عجبش السنغاليين خرجوا كيحتجوا بديك الطريقه اللي نقدر نقول لها بانها همجيه. اخواني شفنا الجماهير ديالهم كتهاجم رجال الامن والمصالح الامنيه تتدخل، وشفنا ابراهيم دياز كيضطر انه يعطيهم الكره. يعني صراحه علاش كنهبطوا بريوسنا لهذه الدرجه؟ علاش ما يخرجوش فورفي؟ واش الاحساس ديال المغاربه غادي يكون الاحساس ديال السنغاليين افضل واحسن؟ واش المغاربه ما كيحسوش؟ واش السنغاليين غادي يكونوا احسن منا؟ هذا لمجرد اننا كنباطحوا وكنسمحوا في حقنا، ولمجرد اننا واصلين لواحد المستوى ديال الوعي. ما بغيناش نخسروا ديك التظاهره اللي كانت زوينه من الاول حتى الاخر. الى متى المغاربه غادي يسمحوا في حقهم وياخذوه لينا من قدام الاعين ديالنا؟ فاخواني اخواتي والله لا حشومه. زقوا وقعوا في الارض ولعبوا كرة براسه وجابها جول. جول ده اتلغى. يعني ملعون ابو الكوره. ليه تهديد بلد؟ ليه تهديد طلبه موجودين في السنغال؟ وبعد ده كله ايه الخرا اللي انا شفته ده؟ للاسف برضه في مصر خرا اتعمل من المصريين، خرا اتعمل في غزه، خرا اتعمل في الجزائر. ايه ده؟ ايه الحقد ده؟ المغاربه شويه بيزودوها في موضوع الناس حاقدين عليهم، شويه مزودينها شويه. اش نشوفوا اخواني اخواتي الجهه الاخرى؟ اجي نشوفوا الجيران اللي مقابلين اكثر ما مقابلين راسهم. قال لك اسيدي وحنا شفنا هذا الشيء في الفيديوهات ديالهم، النساء الجزائريات زغرتوا وكأن فلسطين تحررت. ولا جيتي تشوف السبب غير حيت المغرب ما داش، حيت المغرب ما خداش الكاس. واش هادو عباد الله بعقلهم؟
واش لهاد الدرجه وصل بهم الحقد؟ فلسطين بطبيعه الحال في القلب، وحنا ولينا كنشوفوهم حتى هما جاو ضدنا، رغم ان المغاربه كانوا كيقاطعوا كوكاكولا، كانوا كيقاطعوا بزاف ديال الشركات، وحنا المغاربه درنا فلسطين اللي ما قدروش يديروه ولا يديروا الجزائريين بالشعارات ديالهم الخاويه والهضره الخاويه، اما الفعل ما كاينش. ولكن باش تشمت خوك المسلم وفي جارك غير حيت خسر ماتش ديال الكره، فهذه راه قمه المرض النفسي. وحنا بطبيعه الحال في المغرب، وعلى لسان صاحب الجلاله الملك محمد السادس، كاين اللي كيقول في الخطابات ديالو اللهم كثر حسادنا. ودابا عرفنا علاش كيقول ديك الهضره، حيت ملي كيكثروا الحساد كنعرفوا باللي حنا فتناهم بسنوات ضوئيه. انتوما ما عليكم غير تزغرتوا، العيالات ديالكم خرجوا ويزغرتوا، وحنا ما علينا غير نبنيو في البنيه التحتيه ونزيدوا لقدام وننظموا كاس العالم ونبقاو ديما اسياد القاره الافريقيه، بغيتوا ولا كرهتوا. شكرا لكم اخواني اخواتي على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.